أهلا بيكم في Mind Matters، مساحة لكل اللي بيحب يشوف الحياة بنظرة مختلفة. ليه ساعات بنتكسف نقول أنا محتاج حب في حياتي؟ ليه بنحس إن طلب الحب بيعتبر ضعف كأنها تهمة أو عيب؟ النهاردة عايزة أتكلم عن احتياج مش بس إنساني، لكنه احتياج أساسي في تكويننا كبشر، احتياجنا للحب. وفكرة الاحتياج دي دايما بتتفهم غلط وبتتاخد كضعف أو حاجة ممكن نتخطاها. في الحلقة دي هنتكلم عن فكرة إن الحب غريزة إنسانية، لكن العيب والخجل حوالين طلب الحب دي حاجة إحنا اتعلمناها. الحب مش رفاهية ولا نوع من أنواع المكافأة. الحب ده احتياج بيولوجي، نفسي، وإنساني. الكائن البشري مخه بيتبرمج من أول يوم على إن القرب واللمس والتواصل يعني الأمان. في تجارب علمية مشهورة جدا زي تجربة هارلو مع القرود، والتجربة كانت في الستينات وكانت عن القرود البيبيز، وادولهم اختيار إنهم يقضوا وقت مع مصنوعة من القماش الناعم ولا مع مصنوعة من السلك. الأم اللي مصنوعة من السلك هي اللي كانت بتقدم الأكل. القرود فضلوا إن هم يقضوا وقت أكبر بكتير مع الأم المصنوعة من القماش الناعم، حتى لو كانت الأم المصنوعة من السلك هي اللي بتوفر لهم الأكل. كانوا بيتعلقوا في الأم المصنعة من القماش علشان ياخدوا منها الإحساس بالراحة والأمان. وفي برضو دراسات عن أطفال ملاجئ رومانيا، والدراسات دي كانت في أواخر الثمانينات والتسعينات، بينت إن الحرمان من الحب والاهتمام سبب لهم مشاكل كتير في التركيز والمشاعر والعلاقات، وكمان غير جدا في تركيبة مخهم لأنهم محرومين من أبسط أشكال القرب، وده أثر على نموهم بشكل كبير جدا. يعني ببساطة الحب مش شيء إضافي، لكنه شيء أساسي كلنا بنحتاج ليه. في هرمونات معينة في جسمنا بتلعب دور كبير في المشاعر دي. يمكن سمعتوا عن هرمون الأكسيتوسين، ده هرمون بيسموه هرمون الحب أو هرمون الترابط. والهرمون ده بيفرز بكميات كبيرة قوي وقت الولادة والرضاعة علشان يزود الترابط بين الأم والطفل. الأكسيتوسين بيخلينا نحس بالأمان والثقة في اللي حوالينا. لما بنحضن حد بنحبه أو بنحس بالانتماء، الهرمون ده بيزيد وبيقلل من التوتر. في كمان هرمون الدوبامين اللي بيخلينا نحس بالسعادة والمكافأة لما بنكون مع اللي بنحبهم أو بنفكر فيهم، وده اللي بيخلينا عايزين نقرب منهم أكتر وأكتر. وفي هرمون تالت اسمه الفاسوبريسين، وده مرتبط بالعلاقات طويلة المدى والإخلاص. يعني أجسامنا متبرمجة بيولوجيا إنها تدور على الترابط والحب، هو مش اختيار، ده احتياج أساسي زي الأكل والشرب بالظبط. بس على المستوى العاطفي والنفسي الحب بيساعدنا على البقاء، يخلينا نحس بالأمان، بيزود فرصنا في الاستمرار كفصيلة. تخيلوا لو ما كانش فيه حب، ما كانش فيه ترابط، ما كانش فيه رعاية أو حماية، كنا ازاي هنقدر نكمل؟ ده بيورينا إن قد إيه الحب جزء لا يتجزأ من تكويننا البشري. بس لو هو حاجة طبيعية، ليه الثقافات المختلفة حوالين العالم بتبص للحب واحتياجنا ليه بأشكال مختلفة؟ احتياج الحب واحد عند كل الناس، لكن الطريقة اللي بنتعامل بيها معاه بتتغير من ثقافة للتانية. خليني أشارك معاكم 5 أمثلة من ثقافات مختلفة
ونظرة المجتمعات دي للحب واحتياجنا ليه. اليابان فيها مفهوم اسمه الأماي، ومعناه الاعتماد العاطفي، وده لما بتطلب الحنان والرعاية من اللي حواليك بتعتبر طريقة مقبولة جدا ثقافيا للتعبير عن احتياج للحب. فالاعتماد العاطفي مش ضعف، بالعكس بيعتبر جزء من العلاقات الصحية. أما في مجتمعات زي أمريكا الشمالية فكلمة نيدي بتستخدم كنوع من الإهانة، وهنا عندهم القوة مرتبطة بالاستقلالية، يعني إنك تعيش لوحدك، تتجاوز لوحدك، والناس ما بتتوقعش منك إنك تكون غير مستقل وقوي وما بتطلبش حب من حد. أما في الثقافات العربية عندنا الحب تصرف مش كلام. التعبير عن الحب بالتصرفات مش بالكلام أو الاحتياج. الراجل لازم يكون قوي والست لازم تكون تقيلة. أي تعبير واضح عن الحب بيعتبر ضعف، وخصوصا لو من الراجل. أما في شمال أوروبا الحب موجود والمشاعر موجودة بس بشكل متوازن، بيعرفوا يعبروا عن الحب بشكل صريح وهادي ومن غير ما يحسوا بالعيب. ورقم 5، ثقافة أمريكا اللاتينية في احتياج الحب. الحب بيتعبر عنه بكلام دافي وأحضان، خاصة جوه العيلة، لكن لما بيجي الموضوع للعلاقات العاطفية بيظهر أحيانا توتر أو خوف من التعلق. الخلاصة إن كلنا بنحتاج حب، بس مش كلنا اتعلمنا نطلبه. في ناس اتعلمت تخبيه أو تكتمه أو تعتبره نقطة ضعف. كل واحد فينا بيحتاج للحب بشكل أو بآخر، بس مش كلنا بنعترف بده. وزي آخر كل حلقة عندي 3 أسئلة ريفلكشن و3 نصايح. سؤالي الأول، هل إحساسي إني محتاجة حب بيجي من جوايا ولا من توقعات المجتمع والأهل؟ 2، إيه الأفكار اللي اتربيت عليها عن الحب والتعبير عنه؟ 3، هل بسمح لنفسي أطلب الحب وأعبر عن احتياجي من غير خوف؟ والثلاث نصايح: 1، فهمك لاحتياجك للحب مش ضعف، ده وعي. 2، الحب ليه أشكال كتير قوي في حياتنا، دور على الحب اللي موجود في حياتك واستثمر فيه. 3، الحب مش بس شعور لطيف، هو الوقود الحقيقي لكل حاجة بنعملها. حب هو الطاقة اللي بتحرك حياتنا، سواء حبنا لنفسنا، لعيلتنا، لأصدقائنا. شكرا إنكم سمعتوني في حلقة النهاردة. استنوني الحلقة الجاية في موضوع جديد ومهم لينا كلنا. وخليكم دايما فاكرين، عقلك أغلى كنز عندك، حافظ عليه. كل حب وسلام. ميرو من Mind Matters.